كريم عبد الكريم، معتقد سياسي سابق بمجموعة مراكش، تلقت 1984 إطار الانتفاضات في 84. تمت محاكمتي في إطار مجموعة مراكش في 1984 ماي. تم في الصدور في حقي 8 سنوات سجن نافذة. أثناء تنفيذ هذه العقوبة أصبت بمرض مزمن بالجهاز العصبي المركزي نتيجة الإضرار عن الطعام الذي خضه كتحسين وضعيتنا واعتراف بنا كمعتقلين سياسيين سنة 1984. وكانت نتيجة هذا الإضرار كارثية، هو استشهاد رفيقين تريدي مولي بوكر وبالهواري مصطفى، وإصابة 4 حالات بأمراض مزمنة بالجهاز العصبي المركزي. قضيت بالسجن 8 سنوات. بعد الإفراج عني تقدمت بجميع الوثائق الضرورية للحصول على جواز السفر قصد متابعة العلاج خارج الوطن، لكن المسؤولين المسؤولين في وزارة الداخلية كانت لهم آراء أخرى، وهي منعي من هذا الحق من هذه الوثيقة حتى لكي لا أتمكن من متابعة علاجي نظرا لوضعيتي التي يمكن كما يقال أنها ستكون لها انعكاسات سلبية على المغرب. وفي سنة 2002 تم إدخالي إلى المستشفى بن رشد جناح 36 بواسطة المنتدى المغربي الحقيقة الإنصاف الذي كان يترأسه آنذاك الفقيد إدريس بن زكري، على أساس البقاء هنا في انتظار تسوية وضعيتي المادية والمعنوية. مكثت في المستشفى الزهراء 12 سنة. بعد خروجي من المستشفى لم أجد الوعود التي قدمت لي، من ضمنها الوعود التي قدمت به لجنة الإنصاف والمصالحة، وهي توفير سكن بحدود الساعة. لم أتمكن من هذا الحق، وزائد الإدماج الاجتماعي الذي لم أتمكن من حدود الساعة. والآن نخوض اعتصام منذ في شهر 22 غشت 2013، اعتصام مفتوح من أجل تحسين أوضاعنا وإيثار المسؤولين لتنفيذ توصيات مقررة أو تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.